كبران تخاتلت مدبنا كما حديركم كما يوعلكم مساهم الراديو دمس حرنة هجرا وهدت كاب هاجر شودن مساهم راديو دمس حرنة هجرا وهدت كاب هاجر شودن كبران تخاتلت مدبنا مباري لو معلت عسرته وكل تحدار كلتشحن عسرته وشدشتن عامة مدت فرنج ساعة حادة دحر قطري مدبنا مدبكم بخلتي يوم علاوين قوانقاتنا تقرنيان عربن انه نجمر كبران تخاتلت مدبنا مباري مسنا يلو مدباتنا نمللاي داكل قداماي كم تلمد السمناو زينا بخنتات هاجرنان حزبنان عالمنان زتمرصون زتراغاغصون زينا كنقربنا قلصلنا خا اقداس رؤس عنقص ناي سلف ديمقراسي بيرترا اتو غداي حزب خاب كونه اتو غداي حزب خاب كونه نحنا خي زبل مهار زخونه رؤس عنقص كنبولكم اينا بمقصال كوران تخاتلت مدبنا مباي كم تلمد زلكم رئيتو حبريتا ناي سلامتا خون زخونه يخون حزباوي حبريتا مس زلكم حنغو فايلنا نقبلو حموسنا وانا خبص خا دقيمنا نحبر قد ترغبونا مستديلو خا ناي استديونا قزر سلكي 030 حدن 26 19 كاوشت هاجرش ودن كاوصاي مزخون كا 0046 30 حدن 26 19 دويلكم كترغبونا خم تخلو نحبر دحر مدبنا ميقراشو خا ملؤ تحستو ناي راديونا اب يوتيوب كمون اب حارنت اورغ كمون اب دمص حارنت جيميل اتيكم بفيسبوك كتكاتاتلونا خمتونو بخبر نعدمكم بمقصال بار كبران تخاتلت مدبنا حجي قدمي ابر زينا مئتاوي نايلوم مدب اقربتن عدلاوتن بتكنيك امجد ياسين كم اون بتغرينيا انبابن اقرابن صحي قلتا بعرب كاني محمود اسماعيل كنكونينا سناي مكتتال برلنا أرئست زينا علت عسرتو كل التحدار كل التشحن عسرتو شدشتن عام تمرت فرنجي
ناي حزن مجلسي سناي من نيوت نبصاينا بايرة قبر والدي مانتا وعروتات وليدو نروي حمشاي قبائي انفر نروي سلفي ديمقراسيس بإرترا تسلاسلو هولاند أمستردام متأسسار مترناف إرتراويان أب أمستردام تخايدو دليت فتحي أب حبرات هاجرات أمريكا مالت أب بي إريا صبق عموق زغنا أخيبا أكايدهم سودان منجست سودان كلتة نصحات غازيت إنياتات أسيرو إرترا مراخ سرعات هقدف حجون بتي حبرات منجستات زت أجدو تحسو برتك عدق مس أوكراينا خم تراخبت قالعو نايمود داتا زينانا قبل علي إرترا تواهيبو زنبر إجلا توسخن حد عمد كنا واح حبرات منجستات عالم وسينهم زبلو خونيو زينا بزرزر ناي حزن مجلسي نبسهر ويزرو عقبة تسفاي بزحدرا حمام أب هوسبيتال كتقل دحر مصناح بخلت حدار كل تشعين 16 كابز عالم بموت كم تفليتنا بمسمعنا كبيد حزن نسنبادن تسمعنا نبسهر عقبة تسفاي بعلد بيتو نحاونا تقادلاي قديم تقادل حرنة إرترا إياسو اللي ميكائيل أبال سلفي ديمقراسيس بإرترا أب نابولي كتما نابولي هاجر إيطاليان إيا بزاقات أمازين مواتيت منقسة سمايات كوارسان بعال بيتا بسأينان حاولان إياسوخا كلهم بتسوون إزقابير صنعاتو يهابهم تقلو يوردلهم النابلكو بسمين بسم كلهم أبالا سلفي ديمقراسيس بإرترا نيحازنهم تخافلت مخانا كقل صفوتو أبهم بر سلفي ديمقراسيس بإرترا منقست أب أسمرهم كم راديو دمس حرنت كأ نبس أينا إياسو قديم تقادلاي تقادل حنت إرترا بمتكلاوي صنعاتو النق زي بالتبع تقالا ساي مسكبرت لوه بعلت بيت عقبة بسنتين فقرن زنوبرم بمفلايو ناي حازونو تخافلتي مخانا خا بلبي نقلص من محدار راديو دمس حرنت هاجر شودن سناي من نيوت نبس أينان حاولان بايرة قبر والدي بس بعلت بيتو إدن بزيت عدلهم بأملاخ كلت تماناتو دك أنستيو بمولادهم ناي حاجزهم تساتفت مخانا ني حراس انقوع مريم قلاقلتكي حراسان بساقرا أو تساتكي ناولنا عدمنت عنا نهيبو هزب إرترا مالت كلتة وعرو خمز وصغا بمفلاتنا سناي من نيوتنا نقلص حمشاي قبائج انفر نروي ناي سلفي ديمقراسيس بإرترا بعلى شدشت تقمت كلتش عن 10 شجن مبل حمشاي قبائيو أب كتما أوسلو بعوت عالسلاسلو أبزن العلي شوعة ساعة تخيدي
ጉባኤ ዋና ጸሐፊ ጨንፈር ብጻይ ዳዊት አርአያ ንኹሎም ተገባእቲ ናይ እንቋዕ ደሓን መጻኹም ቃል አስሚዑ መደባት አጀንዳ ጉባኤን ብዝርዝር አብሪሁ ብምቕጻል ናይ ደገፍ ቃሉ ከስምዕ ዝተዓደመ አቦ ወንበር ቤርጌሳዊ ማሕበር ሕብረት ኤርትራውያን ኣብ ኖርዌይ ሓወል ኣብ ፍስሓጽን ኣብቲ ጉባኤ ተረኺቡኻ ናይ ህዮሃናን ናይ ሰናይ ድልየትን ሓበርካ ንምስራሕን ድልውነት ንጹር ዝመርሖ ቤርጌሳዊ ማሕበር አስሚዑ አባል ፈጻሚ ሽማግለን አቦ ወንበር ቤት ጽሕፈት ጉዳያት መንእሰይ ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ ብጻይ መድሃንያ ህብትዝጊ ኣብ ጉባኤ ተራኺቡ ብቐዳምነት ብሽማ አቦ ወንበር ሰልፊ ብጻይ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ዝተላእኸ ደብዳቤ ከምኡውን አቦ ወንበር ዞባ ኤውሮጳ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሓው ኢሳቅ ወልደ ማርያም ንተግባእቲ ሙቕ ሰላምታን ናይ መታብዕን ቃላት ኣስሚዑ ብምቕጻል እቲ ሻብዓይ ዓመታዊ ጉባኤው ብግቡእ ገምጋም ሰልፊ ብምክያድ ተታሒዝዎ ዘሎ ሰልፊ ናይ ምሕያልን ምሕዳስ መደባቱ ዕማማት ናይ ስራሕ ኣከፋፍላን ብዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ብምሃብ ኩሉ ኣባል ድማ ብማዕረ ሓላፍነቱ ዓቕሙ ዘፍቅዶ ኣበርክቶ ንምግባር ብትግባረ ናይ ዝመደባት ዕውት ክገብሮ ክኸውን እውን ተፈልዩ ኣብ መጨረሽታ ተጋባእቲ ዘሎም ርእቶታትን ሓበሬታን ብምሃብ ድሕሪ ጸብጻብ መስማዕን ምይጡን ጉባኤ ሰክሬታርያ ብምምራጽ ንውሕ ዝበለ ግዜ ዝቕጽል ዓመት ንምስራሕ ክዕመሙ ዘለዎም መደባት ብምድዳብ ብዲሞክራሲ ኣገባብ ሓንቲ መራሒት ነቲ ጨንፈር ትኸውን ብዓወት ከም ዝመረጸ ተዛዚሙ ማሕበር ኤርትራውያን ምጥርናፍ ኣብ ኣምስተርዳም ከባቢኣን ብዕለት 30 ጥቅምቲ 2016 ንመጀመርታ ቀዳማይ ጉባኤው ብምስልሳል ሽዑኳ ናጽነት ሃገርና ብኸቢድ መውሳእቲ ጀጋኑ ተረኽበት እንተኾነት ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ኣብ ዝሓሸ ህይወት ሕልሙ ክግሃደሉ ኣይከኣለን ሎሚ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ናይ መዓልቲ እናኸፍአን እናገደደን ዝኸይደሎ ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን ዝሕዝን ዘጉህን ኤርትራዊ ምስ ዝህሉ ንሕልና ዘይብሉ ጥራሕ እዩ ዝብል እውን ነቢሩ ኣብ ዝመሪር ሓቂ እዚ ብምጋስ ደለይቲ ፍትሒ ማሕበር ምጥርናፍ ኤርትራን ኣምስተርዳም ከባቢኣን ናጽነትና ንምጉንጻፍ ዝኸፈልናዮ መስዋዕቲ ኮንቱ ኮይኑ ከም ዘይተርፍ ከነራግጽ ሃገራዊ ሓላፍነታን ግዴትናን ስለ ዝስምዓና ማሕበር ኣብ ትሕቲ ጥርናፌና ወሓስ ዓወትና ዝብል ጭርሖ ብተኸታተሊ ዝተኻየደ ኣኼባታት ዓመታዊ ጸብጻብን ኩነታት ማሕበርን ደለይቲ ፍትሒ እንገብሮም ኣብ ሃገር ሆላንድ ዓለምን ዘጣቐለለ ዓሚቕ ክትዕ ገምጋማትን ብሚዛናትን ተኻየደ ብዕለት 30 ወርሒ 10 ከዓ ዓመታዊ ጉባኤው ክግበር ወሲኑ ኣካይዱ ኣብ መደምደምታ ማሕበር ክትግብሮም ዝመደቦም መደባት ትልምታት ምሕጻት ነቲ መደባት ንትግባር እተዋሃድ ሽማግለ ብምዛዝ ብኣኼብኡ ብዓወቱ ዛዚሙ ማሕበር ዝምልከት ሕቶ ወይ ሃናጽ ርእይቶ ዝህሎም በቲ ኢሜይል ብኣድራሻ ገይሮም ክውከሱ ከዓ ሓቲቶም ክብል ምጥርናፍ ኤርትራውያን ኣምስተርዳም ዝለኣኾ ሽማግለ ማሕበር ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ዕውት ወርሓዊ ኣኼባ በይኤራ ኤርትራውያን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ወርሓዊ ኣኼቡ ዕለት 6 ጥቅምቲ 2000 እቕሬታ ዕለት 6 ሕዳር 2016 ኣኼቡ ኣካይዱ እቲ ከምኡ ወድሩ ዝካየድ ህዝባዊ ኣኼባ ኮይኑ እዚ ናይ ሎሚ ፍሉይ ኣገዳስን ዝገብሮ ግን እቲ ጻዕሪ ውፍያት ሰብ ሞያን ደለይቲ ፍትሕን ዘካየድዎ ዘለው ዘይሕለል ህዝባዊ ቃልሲ ነቲ ዓማፅን ግፍዕኛን ስርዓት ኣብ ሕጋዊ መጋባይ ዓለም ክቐርብ ሕጋዊ ፍርዱ ክረክብን እንተኾይኑ ብሓድነትን ጥርናፈን ብምስራሕ ካብ ማንም ግዜን ላዕሊ ወድዕነት በሲሉ ብምህላው ምትግባሩ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ኣብ ዘረጋግጽ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ኒውዮርክ ዝተገብረ ናይ ሙሉእ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ከባቢ ሃገራት ኤውሮጳን ህዝቢ ዝተወከለ ተሓቲቱ ንህዝቢ ዝኾነነን ህዝባዊ ሽማግለ ምምራጽ ጥርናፌ ክሳብ ክንደይ ኣብ ስራሕ ክዕውተካ ከም ዝኽእል ምዃኑ ድማ በቲ ድሕሪ ሰላማዊ ሰልፊ ተገብረ ሰሚናር ኣብነት ምዃን እቲ ንቐጻልነት ሓደ ህዝባዊ ሽማግለ ንምስራት ተወጢኑ ዘሎ ንተግባርነቱ ዝለዓለ ክስርሕን ብኣትኩሮ ርዩ ዝተመያጠሉ ዓብ ኣርእስቲ ነይሩ ኣብዛ ኣኼባ እዚ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኒውዮርክ ዘነበረ ሰሚናር ዓብይ ኣስተምሮ ዝሃበ በዓል ሞያ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰል ኣቶ ሳሙኤል ቢዜን እውን ንተሳተፍቲ ብዛዕባ ሰላማዊ ሰልፍን ኣድማዕነቱን ከምኡውን ትፅቢታትና ሃብ ማሕበረሰብ ዓለም
ክንከዶ ዘለልና ኣገባብ ኣቃላልሳን ሰፊሕ መብርህ ድምሃብ ካብ ሕጂ እውን ጉዳይና ብሓድነት ተጠርኒፍና ምስ እንሕዞ ጥራሕ ክንዕወት ከም ንኽእል ኣስሚሩሉ ካልኣይ ፍሉይ ናይ ዝኣኸባ እውን ኣብ ቤይ ኤርያ ነቶም ሰላማዊ ሰልፊ ብውህደት ናይ ኩለን ከተማታት ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ዕውት ኮይኑ ንኽወፅእ ለይትን መዓልትን ብዘይ ዕረፍቲ ተወፋይነት ዝሰርሑ ናይ መታብዒ ሽልማት ሂብዎም ከምኡውን ነቶም ኣብዚ ዓመት ካብ ኩሉ ስራሓት ዓበይቲ ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ ኣባላት ተመሳሳሊ መተባብዒ ሽልማት ከዓ ሂቡ ኣብ መጨረሻ ድማ ኩሉ እቲ ናይ ህዝቡን ሃገሩን ድሕነት ራህዋን ዝደሊ ደላይ ፍትሒ እየ ዝብል ኣብ ክንዲ እንተፈለጥቶምን ንድሕነት ህዝቦምን ኣብ ክንዲ ንበይኑ ተጠርኒፎም ክሰርሑ ኣስሚሩሉ ብምየጥ ቤይ ኤርያ ከምዚ ናይ ኩሉ ግዜ መፀዋዕትኡ ሎሚ እውን ፍሉልያት ብዘየገድስ ንህዝብን ሃገር ንምድሓን ብሓድነት ተጠርኒፍና ንምስራሕ ቁሩብ ዝኾነ ኩሉ ሓቢሩ ንምስራሕ ማዕፅኡ ክፉት ምዃኑ ደጊሙ ኣረጋጊጹ ጥርናፌ ወሓዝ ሓድነትና እምቢ ንምልኪ ወንሕጊ ቤይ ኤርያ ኤርትራውያን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዕለት 7 ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ሱዳን ክልተ ጋዜጠኛታት ሱዳን ብፀጥታ ስርዓት ዑመር አልበሽር ተኣሲሮም ብዕለት 11 ሕዳር 2016 ሱዳን ትሪቡን መንግስታዊ መዓልታዊ ጋዜጣ ናይ ሃገር ሱዳን ከም ዝሓበሮ ክልተ ጋዜጠኛታት ማለት መሐመድ አልአሚን ዓብደልዓዚዝ ኣብ አልጀሪዳ النيوز بابر ዝተባህለ አማል ሓባኒ ዝተባህለት ጓልንስተይቲ ሓያል ጓልንስተይቲ ካብ ቤት ፍርዲ ክትወፅእ ከላ ብፀጥታ ናይቲ ሃገር ተታሒዛ ሞቢል ቴሌፎናን ምስኣ ዝነበረን መፍትሕ ናይ ማኪና ንሕዲጎም ኣሲሮማ ጋዜጠኛታት ሱዳን ጆርናሊስት ኔትወርክ ዝተባህለ ነዚ ተረኽቦ እዚ ብዕሊ ኮኒኑ እሱ ከዓ ብመሰረት ቅዋም ሃገር ነፃ ርእይቱኻ ምግላፅ ዝብል ዘሎ ጥሒሱ ዝስርዓት ስለ ዝኣሰሮም ብቕፅበት ክልቀቑ ኣብ ኩሎም ዝምልከቶም ናይ ዓለም ጥርዓኑ ከም ዘቕረበ ትማሊ ዕለት 11 ሱዳን ትሪቡን ሓቢሩ ኤርትራ ስርዓት ህግደፍ ብሕቡራት መንግስታት ዓለም ዝተኣጊዱ እንከሎ ብሽጣርኡ መቃየራ ኣቑሑት ነፈርቲ ኩናት ንምዕዳግ ምስ ዩክራይና ደላሎ ኣሰጋገርቲ ኣጽዋርን ርክባት ከም ዘካየደ ተፈዲሑ መንግስቲ ኤርትራ መቀየራ ኣቑሑት ነፈርቲ ኩናት ንምዕዳግ ኣብ ዩክራይና ምስ ዝርከቡ ዘይሕጋውን ኣሰጋገርቲ ደላሎን ኣጽዋር ቀጻሊ ርክባት ኣብ ምክያድ ከም ዘሎ ከዓ ተፈሊጡ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ሶማልን ብዕለት 31 ጥቅምቲ ኣብ ዘርግሖ ሰፊሕ ጸብጻብ ምስ ሓደ ካብቶም ብዘይ ሕጋዊ ምስጋር ኣጽዋር ዝነጥፍ ዝነበረ ዩክራይናዊ ኣብ ከተማ ቡካሬስት ኣብ ዝሃቦ ቃል ምስ ወተሃደራውያን ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ርክብ ከም ዘሎ ክልተ ዩክራይናውያን ከም ዘረጋገጹ ከዓ ኣረጋጊጻ በኣዛዛ ሓይሊ ኣየር ስርዓት ህግደፍ ጀነራል ተኽላይ ሃብተስላሴ ዝተመርሐ ወተሃደራዊ ልኡኽ ኣብ ዝወርሒ ጉንበት ኣብ ነሐሰን ኣብ ኢጣልያ ናይ ካልኦት ሃገራት ዑደት ከካይድ ምስ ደላሎ ኣሰጋገርትን ኣጽዋር ሸየጥትን ርክባት ከም ዘካየደውን ተፈዲሑ ብሰንኪቲ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዘንበሮ እገዳ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ መቀየራ ኣቑሑት ነፈርቲ ክሽምት ብዘይምኽኣሉ ዝበዝሐ ነፈርቱ ኣብ ስራሕ ጠጠው ኢለን ከም ዘለዋ ከዓ ይፍለጥ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ብመንግስቲ ጎኒ እዚ ደላሎን ኣሰጋገርቲ ኣጽዋር ዘካይደ ዘሎ ርክባት ብመንጎኝነት ሕዋራት ኢማራት ዓረብ ብጉልባብ የመን ኣጽዋር ንምዕዳግ ጻዕርታት የካይድ ከም ዘሎን ከም ዝነበረን ወተሃደራዊ ምንጭታት ከዓ ብጭብጢ ኣረጋጊጾም ሎሚ መንግስቲ ህግደፍ ብሰንኪ ኣብ ሶማል ዘካይደ ዘሎ ምትእትታዊ ጉጅለ ከምኡ ጉዳይ ጅቡቲ ኣብ 2009 ከምኡ ድማ ኣብ 2012 እዋን እገዳ ከም ዝተገብረሉ ከዓ ኣይርሳዕን ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ተወሳኺ 1 ዓመት ተናዊሑ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዘንበሮ እገዳ ንተወሳኺ 1 ዓመት ኣናዊሕዎ እቲ ባይቶ ጸብጻብ ተቆጻጻሪት ጉጅለ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ሶማልያን ድሕሪ ምስማዕ ኣብ 2009 ኣትሒዙ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ክሳብ ሕዳር 2017 ክናዋሕ ወሲኑ
بايتو ጸጥታ ብዘይካዚ ንዕማም ተቋጻጸሪት ጉጅለ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ሶማልን ክሳብ 15 ታሕሳስ 2017 ኣናዊሕዎ ኣሎ ሰለስተ ተቃዋምቲ ሸውዓተ ድማ ዘይ ተቃዋምቲ ድምር 10 ኣባላት ጸጥታ ኣሜሪካ ብሪጣንያ ፈረንሳይ ጃፓን ማሌሽያ ኒውዚላንድ ሴኔጋል እስጳኛ ዩክራይናን ኡራጋይን ነቲ እገዳ ክናዋሕ ክድግፋን ከለዋ ክልተ ሰለስተ ድማ 5 ኣባላት ጸጥታ ቻይና ሩስያ ኒውዚላንድ ግብፅን አንጎላን ከኣ ደገፍ ይኹን ናይ ተቃውሞ ድምጾም ከም ዘውደቁ ከም ዘየድመጹ ተፈሊጡ ውሳኔ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ነቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ 2009 ከምኡ ድማ ኣብ 2011 ክልተ እዋን ዝተነብረሉ እገዳ ክልዓል ከካይዶ ጸንሒ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ከም ዝፈሸለ ከኣ በዚ ይንጸር ተቋጻጻሪት ጉጅለ ሕብራት ሃገራት على 31 ጥቅምቲ ኣብ ዘቀረበቶ ጸብጻብ ሱድ ዓረብን ሕብራት ኢማራትን ብጉዳይ የመን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ወተሃደራዊ ምትሕባር ብምክያድ ንውሳኔ ጸጥታ ዝጥሕስ ከም ምዃኑኻ ብንጹር ኣቐሚጥዎ ኣሎ ብዘይካዚ እውን እቲ መንግስቲ ምስ ዩክራይናን ደላሎ ኣሰጋገርቲ ኣጽዋር ምርኻብ ዘይሕጋዊ መንገዲ ብኮንትሮባንድ መቃያየር ኣቑሑት ነፈርቲ ኩናት ክሽምት ጻዕርታት ከም ዘካደ ጸብጻባት ናይታ ተቋጻጻሪት ሽማግለ የመልክት መንግስቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብዚ እዋን እዚ አልሸባብ ከይ ይተሓባበር ምህላው ዘረጋግጽ መርትዖ ከም ዘይተረኽበ ዝሓበረ እቲ ጉጅለ እቲ ብመንግስቲ ኣብ ዞና ቀርኒ ኣፍሪቃ ሃዋኽ ተራ ይጻወት ምህላው ግን ዝተፈላለየ መርትዖታት ምቕራቡ የረድእ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ነዚ ኣብ ልዕሊ ሶማል ጸኒዑ ዘሎ ከፊላዊ እገዳ ንተወሳኺ 1 ዓመት ክናዋሕ ብዕለት 10 ሕዳር 2018 ብዘርግኦ ውሳኔ እዩ ኣፍሊጡ ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና በአረይ ናይሎም ዜናና ከምዚ ይመስሉ ነይሮም ካብዚ ምቕጻል ነዚ ኩሉ ምግጣም ከንታይ ሃየ ወደ ሃገር እትብል ዜማ እስኪ ንስማዕ ሃየንዶ ትወርወር ዛበትሪ ንስልምስል ድሕነት ዛምድሪ ሃየንዶ يكتكت زمن يكنتت زلام ينقص بروح زمن هنا تسرقت جزي كبعد منا ورقي يسمع عاص إدنا عطامي الرخري هنا تسرح السراح يناي سراح تيكي يسمع عاص مفتو زياغي سلازي هيندو تورور زامتري نسلم مسال احنا نظام مدري هيندو من اسي تورور زامتري زمر زام كله وصح صوت الانزو حجته لنقله صحينا عريبو كي ظلمت قلا زجواينا تنت حجي تعالوا هم سبزل مادو تكالي زاروي هلوات يبلان لو سنة هلوي هيا ورور زامدري هيا احنا زامدري ما نسيا ورور زامدري ما نسيا احنا زامدري كم تمرت داوي موقع 5 بشلق تنكحتي قوليان كيركب كلله بدري فتح حزنا يسمرني لعلي زتنكي شقرنا عماتي تعالي ጉዳይ ህዝብ ካብ ኮነ እዚ ድብሎ ዘሎ ከዓ ክንዕጠቀሉ ኣለና ዝጋጠም ሰማዕቲ ንድሕና ዘሓገር ጋጥፍ ዓዘረጊ يا أغلى سخاي شجر المكرات سبح ودي حاجات
يا بقعت عبران يا أغلنا نبال سدة كردت تورور زابتري زهاجر فتحن ጉዳይ ህዝብ ካብ ኮነ ርእስ አንቀጽ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝብ ኤርትራውያን ተቃዋምቲ ጉዳይ ህዝብን ጉዳይ ሃገርን ምዃኑ ወትሩ እነንጸባርቆ ዕላማ እዩ። እቲ ዓብይ ጉዳይ ምዝቀንድ ዋኑ ህዝቢ ኤርትራ ኮይንካ ኣብ መዕሩፉ ንኸነብጽሖ ከም እንደልን ናብኡ ዘብጽሕ ዓቅሚ ከም ዘሎናን እውን ወትሩ እንጠቕሶ ከም ቀንዲ ዕላማና እንወስዶን እዩ። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ነቲ ኣብ ምትግባር ብዙሓት ዘይሰዓርናዮም ብድሆታት ከም ዘሎ ገኻ ደጋጊምና ንገልጽ ድሌትናን ዕላማናን ሓደ ኣዋፋፍራና ከዓ በበይኑ ብምዃኑ ከዓ ናይ ዘይምዕዋትና ፍሩይ መግለጺ እዩ። ጸገምና ምርዳእ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ጸገም ጠንቂ እንታይ ምዃኑ ከም ጠፍኣና እውን ብዙሕ ግዜ ነመላኽት ኢና። አንጻር ሓደ ክውገድ ዝግብኦ ኣይኮነንዶ ንሕና ዓለም ዘለለየቶ ጸረ ህዝቢ ክትቃለስ እንከለኻ ከምቲ ንቡር ቀንዲ ዕንቅፋት ክኾነካ ዝግብኦ ንሱ እቲ አንጻር ትቃለሶ ዓመፀኛ እዩ። ካልኦት ባዕላውያን ወድዓውያን ጸገማት ኣይህሉውን ማለት ግን ኣይኮነን። ግና እቲ ጉዳይ ካባና ክመጽእ እንከሎ ግና ፍልይ ዝበለ መልክዑ መሓዙ ንገንዘብ እቲ አንጻሩን ቃለሶ ዘሎና ዘይ ህዝባዊ ሓይሊ ብሰንኪ አሻኽ ባህርያቱ እንዳሓደረ ዝምህምን ዘሎ ብምዃኑ ቀንዲ ዓንቃፍ ኮይኑ ኢልካ ምጥቃሱ የጸግም። ከም ውጽኢት ምድኻሙ ኣባና ዘንጸባርቕ ብርታዕ ግና ትሕቲ ክኾኖ ዝግብኦ እዩ። ንሕና ከዓ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ባህግናን ዓቕምናን ኣዋሃጅና ንቐል ዓለም ዘይኮነስ ብልብን ብዘይቅየር ቀጻልነት ጉዳይ ህዝቢ ምዃኑ ኣዕሚቕና ኸነስርጾ ዘይምኽኣልና ከም ቀንዲ ጸገም ኮይኑ ቀሪቡ ኣሎ። ብዙሓት ከም ዝብልዎ ምእንቲ ህዝቢ ዝተሰለፉ እዮም ምባል ብተግባር ምእንቲ ህዝቢ ውፍይነት ይፈላለ እዩ። ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ምእንቲ ህዝቢ ዝተፈላለየ ኮንና ክንበቅዕ ዝተርፈና ብዙሕ እዩ። ከም ሓደ ሓቂ ናይ ምትግባር ውሱን እንተኾይኑ ናይ ብሓቂ ምእንቲ ህዝቢ ዝተሰለፈ ወገን ምዃን ከነማሎ ዝግባአና እውን ኣይጠፍኣናን። እቲ ጸገም ኣብ መንጎ ንውልቃውነትካን ወይ ከዓ ጉጅላውነትካን ምዃን ንባህጊ ህዝቢ ምዃን ዘሎ ናይ ኣተሓሳስባ ምድብላቕ ዝፈጥሮ እዩ። ምእንቲ ህዝቢ ዝተወፈየ ዘተኣማምን ሓይሊ ንምዃን ክኽፈል ካብ ዝግብኦ ክቡር ዋጋ ንጸቢብ ድሌትካ ብናይ ህዝቢ ድሌት ባህግን ከም ዘይግታዕ ክትገብሮ ምብቃዕ መሰረታዊ እዩ። ዝተፈላለዩ ጸብጸብቲ ዝምባሌታት ውሒጥካ ናይ ብሓቂ ኣነ ንህዝበይ ኣብ ክንዲ ምባል 2-3 ዝምባሌ ኣተሓሳስባታትን እናዳቆስካ ምኻድ ኣይዕውትን እዩ። በዛ ሓደ ወገን ኣነ ንህዝበይ ዝብል ጭርሖ ሒስካ ኣብ ሓደ ወገን ድማ ንሃይማኖተይ ንብሔረይ ንቋንቋይ ንቦታይ ጸቢብነትን ብውድብ ይኹን ብዘይ ውድብ መልክዕ ልዕሊ ጉዳይ ህዝቢ ክትሰርዖ ምፍታን ውጽኢቱ ካብ ዘለኻዮ ዕንክሊል ደውተታት እዩ። ምናልባት እውን ኣብ ትሕቲ ሸታሕታሕ ምባል ኣይተርፍን እዩ ይኸውን ከኣዩ። ኣብ ከምዚ ዘለናዮ ተሓስባ ብዙሕነት ነናቱ ወሲድካ ነናቱ ምግዳፍ ነናይ ኣደይብካ ነናይ ተውርድ ነናይ ሰርኒኻ ነናይ ትቕበል ነናይ ተገዲስካ ነናይ ትግደስን ነናይ ትገልጽ ነናይ ትግለጽን ክትውስን እሞ ውሳኔኻ ከዓ ርትዓው ክኸውን ኣተሓሳስባኻ ተረኽቦታትን ምግምጋምን ምምዛንን ብሓቂ ኣገዳሲ እዩ። ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ዝኸውን ከዓ ሚዛንካ ኣብ ርትዓው ዝተመስረተ ኮይኑ ናይ ውጽኢቱ ገምጋምካ ምእዙዝ ቅዩድን ክትከውን እንከለኻ ጥራሕ እዩ። እዚ ንዘይ ምግባር ከኣዩ ኣዝዩ ጉጉይ ዝገብሮ ዘሎነ ትኹነታት ከም ዝጉጉይ መንገዲ ናብቲ ዝሓሰብካዮ ዘይወስድ ናይ ህዝቢ ውክልና እውን ዘውፅእ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ብኒሕ ብህልኽ ብሓንሳብ ካብ ጀመርኮ ንድሕሪት ኣይምለስን ተሰንዲሕኻ ንዝርአ ንዝድህሰስን ኩውን ሓቂ ይረኣየኒ የለን
بعينته بمجدو مسراسو بوتها خم أفكا زدفرو وجن حزب زي كونس أبت أنصار زلو كرنع يزخون كابزي ناي عيني يبلي سني يبلي عكايدا وصينا بجبر قداي حزبي زقدم رتعاو من قد كتحز وتوفاينت كا يحتت إيو توفاينت أب عودو قطرح زي كونه أب كمزي زلنا هالوات نبعلاونت أو جيت كا قداي حزبي زقدم التحساس محازقون وفينت إيو كابزي زعوتو خا من يوم زبل جغانو إيوم بأنصارون ولك أو يجلاو دليت سبب سمعيته ينصبارق انتو خينو ولا قوي حزبي يخون يتنتن بمبالك نايس السعي مجلس إيو سسعي أب نواي طرح زي كونه أب التحساسباون يرئي إيو أب كندو كنوع حزبا والتحساسبا محاز سبب هرفان كرتاوي ممراز نتي عوتو زي ترف بهجي حزبي تقدسي يداناغيو أمبر تطعو كبلو أي كإلني قدايات بزناي جزاب رؤسهم ناي مقصال بحريس لزول لوام كونع ناي حزبي حتو أبحد أوان كروات ناي جدن إيو إتزاي كونع زي سرحن كونع إيو إلكا كتمدرولو كوا ناي جزي قداي دعا يخون أمبر بقالو تام مزقابو ناي جدن إيو إتحادي ترخبو كونه إلو بناي حزبي دليت أقول بيبو نسبب حشوية كصوت فتن أكل كعب وحد حلنو نخوك اسمه خان زي ترف إيو هزبون نعها أمينة نعاي بزي وكل مسرح تصفى أمبيرة مواصو خلالي زرع كاني صنيحها زبلو مدرخ كم زمصقا مزنقع أي جبان خصال زينة أمونا بيت فريقنا سمحة وخصال زينة أجمل بنات الحي وما في تمثيلها أجمل بنات الحي وما في تمثيلها ما في تمثيلها أمونا كبران تخطاتلت مدبنا مباري حجي ناي تكرينيا مدبنا أبز خنزازمينا ناي عرب مدبنا قصلي قدمي أقد داسيت حبريتها اللاتنا حبريتنا خا محبر إرتراويان شودناويان إرتراب لبنا تبل محبر أو كتما يتفوريز تمسكاب زمسرت عمتو قرار بالله نعلت شوعته دسمبر كآخل تشحن عصر شدشتن كاب ساعة شدشتك ساب ساعة شمونته عب فيكتوريا هوست ساملينغس لينيغا تنقصر عسرته إرتراو مشت زبل الداليو سلازلو كل قدس إرتراوي عبزي مسرتاو منقلي إرترا ناي قدمت مالن ناي لومن ناي قدمت مالن ناي تمالن لومن لك حالواتن تاريخن بهلن زتنكف سنداوي زخونه حبريتا 5 سلازخونه كل قدس إرتراوي كساتف نعدم نايزا قداس مشت زي قندي تساتف تقع محبر سلام هاجراوي شودن
أهجراو هزباو ململا محبر عب كتمايات وري فرنساويان شودناويان محبر عب كتمايات وري عب بإفن كالوت قدسات شودناوين كركبو خمخانهم دقاقيمنا نحبر كل قدوس دلاي فتحي بقبو سنة سرعات زأمن كم هارزل بقداي هاجرون هزبون كا مرحبا نبلو ስለዚ ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና ክሳብ ዝመጽእ ቀዳም ብሓድሽ መደብ ንራኸብ ሰናይ ቅኔ ጽቡቕ ሰንበት ግበረልና ካብ ዝቐጺልና ናይ ዓረብ ክንሰግር ኢና المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أنتم مع إذاعة صوت الحرية. إذاعة صوت الحرية بث إذاعي من السويد. المستمعين الكرام، كما في العادة الآن سأنتقل بكم إلى نشرة الأخبار ومن ثم نقل فقرة المقالات. بثنا في إذاعة صوت الحرية يوم السبت كل سبت من الساعة 1 إلى الساعة 2 بكلتا اللغتين التجرينية والعربي. أخبارنا لهذا اليوم المعاد 12 من نوفمبر 2016 سيقدمه لنا الأستاذ محمود. خبراء في الأمم المتحدة: السعودية والإمارات تستخدمان قواعد عسكرية في إريتريا لضرب اليمن. حذر خبراء في الأمم المتحدة من الدعم الخارجي للقاعدة العسكرية الجديدة والميناء البحري في إريتريا، حيث يوجد هناك الأسلحة والمعدات الأجنبية التي تمثل انتهاكا خطيرا لقانون حظر الأسلحة. وقالت رويترز نقلا عن المراقبين في تقريرهم السنوي الصادر الجمعة الماضية إن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أصبح لديهما وجود عسكري في إريتريا كجزء من الحملة التي تقودها السعودية ضد اليمن، والتي تقع على بعد 40 كيلومترا من البحر الأحمر. مصير مجهول ل29 إريتري وصلوا اليمن هربا من بلادهم. استمرار لمسلسل هروب المواطنين في إريتريا جراء الممارسات القمعية للنظام الدكتاتوري القاشم الحاكم في إريتريا. أكدت مصادر خاصة بالحركة الديمقراطية العفرية وصول 29 مواطنا إريتريا إلى الشواطئ اليمنية وبالتحديد إلى شاطئ منطقة الخوبة الساحلية المتاخمة لمديرية اللحية في محافظة الحديدة اليمنية. وتقول الأنباء أن هذه المجموعة كانت مفقودة منذ خروجهم فرارا من شمال دنكاليا في إريتريا، وهم الآن رهن الاحتجاز في الخوبة، ومصيرهم مجهول حتى اللحظة وفقا لذات المصدر. وتجري مجهود كبيرة من جهات عفرية لإطلاق سراح هؤلاء ووضعهم في مكان آمن وفق ما صرح به مصدر عفري.
غرق 240 مهاجرا قبالة السواحل الليبية. لقي قرابة 240 مهاجرا حتفهم في قاربين في البحر المتوسط غير بعيد من السواحل الليبية، حسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وقالت كارلوتا سامي المتحدثة باسم المفوضية إن 31 لاجئا وصلوا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية وتحدثوا عن غرق القاربين في عرض البحر المتوسط. وقالت سامي إن عدد المفقودين في واحدة من الحادثتين يبلغ 120 شخصا، بينما فقد عدد مماثل في الحادثة الثانية. وتقول الأمم المتحدة إن المهربين الذين ينظمون رحلات المهاجرين هذه يحملون زوارق متهالكة بأكثر مما تستوعب من بشر، ويرسلون هؤلاء عبر البحر في ظروف جوية سيئة. ولم يتضح حتى الآن التأكد أن كان بينهم من الإريتريين، وقد فشلت كل محاولات متكررة للوصول لمصادر إريتريا في ليبيا لمعرفة حقيقة الأمر. السياسة فورقي على رأس ألد أعداء حرية الصحافة وتناقص في رواد مقاهي النت في أسمرة. صنفت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية والمعنية بحرية الصحافة عالميا، والتي تتخذ من باريس مقرا لها الرئيس الإريتري إسياس أفورقي على رأس قائمة ألد أعداء الصحافة في العالم. وتضم القائمة 28 زعيم دولة في العالم، يأتي على رأسهم 10 زعماء أفارقة يتقدمهم الرئيس إسياس أفورقي. ففي القائمة التي أصدرت المنظمة الأسبوع الماضي حول ألد أعداء الصحافة من المنظمات حلت داعش في المقدمة، وتلتها حركة الشباب الصومالي وحركة طالبان. وبالنسبة لزعماء الدول حل الرئيس السياس على رأس القائمة، يليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزعماء كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وغينيا والاستوائية وزيمبابوي والسودان وجنوب السودان وغامبيا وبوروندي. وما عدا الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والجنوب السوداني سلفاكير ميارديت، فإن كل زعماء الدول الآخرين قضوا ما يزيد عن عقدين في حكم مستبد لبلدانهم. مجلس الأمن يجدد العقوبات على حكومة فورقي. جدد مجلس الأمن الدولي مساء يوم الخميس 10 من نوفمبر الجاري فرض العقوبات على النظام الإريتري والمتمثل في حظر السلاح. وقد صوتت لصالح القرار 10 دول، وهي السنغال، ماليزيا، اليابان، نيوزيلندا، إسبانيا، أوكرانيا، أوروغواي، أمريكا، فرنسا وبريطانيا. فيما امتنعت 5 دول، وهي مصر، أنغولا، فنزويلا، الصين وروسيا. تفاقم أزمة قطع خيار الطائرات في سلاح الطيران الإريتري. أفاد تقرير لجنة الرقابة الدولية الخاصة بإريتريا والصومال في تقريرها الصادر في نهاية أكتوبر الماضي بأن سلاح الجو الإريتري سعى إلى شراء قطع خيارات للطائرات المقاتلة من أوكرانيا، وذلك عبر وسطاء وتجار سلاح وضباط من سلاح الطيران الإريتري. وأكد هذه المعلومات أحد تجار السلاح الأوكرانيين الذين التقت بهم اللجنة في أثناء إعدادها للتقرير السنوي حول إريتريا والصومال. وأكد التاجر بأن اللواء تخلاي هبتسلاسي قائد سلاح الطيران الإريتري وضباط من نفس السلاح يسافرون إلى الخارج تحت قطاع المشاركة في معارض الطيران الدولية، ويلتقون بتجار السلاح لتأمين قطع خيارات الطيارات المقاتلة. وكانت إذاعة إيرن الدولية قد نشرت في شهر يوليو الماضي عبر خبر هروب الطيارين الإريتريين يوناس هينوغ وأسماروما مانييل، واللذان قدما إلى إيطاليا للمشاركة في أحد معارض الطيران الدولية، وكان يقوما بلقاء تجار الأسلحة بقرض تأمين قطع خيارات للطائرات. وكان الطيران قد اختفيا من الأنظار وطلب حق اللجوء السياسي في إحدى الدول الإسكندنافية. ويمر سلاح الطيران الإريتري بأزمة حادة بعد هروب العديد من طياريه وتوقف معظم الطائرات المقاتلة عن الطيران بسبب انعدام قطع الخيارات. وتأتي هذه الأزمة الأخيرة على ضوء العقوبات الدولية المفروضة على إريتريا، والتي تمنعها من شراء أسلحة منذ سنة 2011. and
يفتتوا والتاريخ أني تاريخ ملكتو دقات ليبي نفسح الكرسا نقلات وردي نبونا بالحسا الدخي يفتتو الدار تحتتو مبقوا سرخص أبي درتو ولاد كبير سرح البراديو والولدة أقولو أقر بقتو ترناي حكيتو بحري قمقما والإبراهيم سلطان ناي حدنا تارما انداي فلوديو انداي يشتتو والتاريخ أني تاريخ دانك حتتو مبقوا سرخص رواد فتو لو كنت حتتو مسمر أحساسي انداي فلوديو انداي يشتتو والتاريخ أني تاريخ ملكتو دوبي فلوديو دوبي يشتتو والتاريخ أني تاريخ ملكتو حاضر نسخي وصحات خوني من الجغل عبيو أنا صار بموني انداخي يفتو انداك تحتتو مبقوا سرخص أبي درتو نبرهان تولي ليني حدناتو سنب بعدا حنقر يهاتو تخلو ودفنكل ممهر نبطاتو ولاد هيلا الفارس رارو عواتو ونداي فلوطيو انداي يشتاتو والتاريخ أني تاريخ ملكتو يقعد ليبي نفسح الكبسة نقلات وردي نبونا بالحسا الدخي يفتو الدار تحتتو مبقوا سرخص أبي درتو ولاد علي إبراهيم ويتاق مرنفا والحيين مدوب والإبراهيم عافا بغلنا يعواتي والجمر ثورة وكم حربا تاريخ سترة انداي فلوديو انداي يشتتو والتاريخ أني تاريخ ملكتو واجبنا بالوم والإبراهيم عاصا ولاد علي إبراهيم بالعلم نرتقي. وغنى عواتي والجمال سرة القائد القدوة. والإبراهيم عاصا ولاد علي إبراهيم ويتكبر نافا بالعلم نرتقي عنوان مقالنا لهذا اليوم. العلم سلاح الفرد في المجتمع، به يوسع مداركه وقدراته ويحصن نفسه ويقويها ضد الجهل والتخلف. لذا كانت الأمية وغياب فرص التعليم من أسوأ إفرازات الحروب والتشرد على المدى البعيد. وهنالك الكثير من أبنائنا الذين حرموا من التعليم في الملاجئ، خاصة السودان،
حيث يطلب منهم إثبات ما لا يمكن إثباته، وهو سودانيتهم، حتى تتاح لهم فرصة التعليم. وأمام هذه المعضلة كانت مدارسنا مدارس النضال، والعائدون هي الحل الأمثل. فكيف أن تكون إريتريا حتى تحظى بمقعد دراسي ورغم الإمكانيات البسيطة والبيئية التعليمية الفقيرة، إلا أن هذه المدارس قدمت الكثير وكانت فرصة وسندا تعليميا لمن لا سند له. واليوم ومع استمرار تدفق الهاربين من بطش السلطان الجائر وجرائمه التي لا تغتفر، تواصل هذه المدارس الجبارة رسالتها تحت ضغط كبير وتحدي عظيم في استيعاب هذه الأعداد التي تتناسب عكسيا مع قدراتها وإمكاناتها. فالزائر اليوم لهذه المدارس يلاحظ الوضع المتردي الذي وصلت إليه، فبالمباني متآكلة مهترئة آئلة للسقوط في أي لحظة. أما الفصول فحدث ولا حرج، شقوق وثقوب في الأبواب والنوافذ، وحيط عديم اللون والمنظر. تفتقر للأثاث المدرسي والوسائل التعليمي والتربوي، بالإضافة إلى لفصلين أو 3 من الحصير أو القش، عبارة عن عيدان عديمة الفائدة تدخله الشمس من أي اتجاه شاءت. أما المنافع الأخرى فلا يمكن الحديث عنها. الاهتمام بهذه المدارس ودعمها بشكل عام والتعليم بشكل خاص هو دعم للمجتمع ورفضه بجيل متعلم ومثقف. وبالعلم نبني مجتمع قوي ومتماسك تقل فيه الجريمة والظواهر السلبية الناتجة عن الجهل والأمية. فالتعليم يتيح للفرد امتلاك المعارف والحقائق وينمي لديه المقدرة على الاستيعاب والتحليل، مما يجعله ينظر إلى الأمور بأكثر من زاوية بعيدة عن التعصب والانحياز والتناطح الذي نشهده في بعض الساحات. وبالعلم نحمي المجتمع من الأفكار الدخيلة والأكاذيب المضللة والأفكار الخاطئة التي تمارس من قبل النظام المستبد لطمس هويتنا العربية لصالح لغتهم وديانتهم. وبالعلم نزرع الأخلاق الحميدة ونعزز القيم السامية. فقد جاء الدعاء في القرآن للعلم، فقال تعالى: وقل ربي زدني علما، ولم يقل مالا أو ولدا، وهما زينة الحياة الدنيا، لما للعلم من دور في توجيه جميع مجالات الحياة، ليكون المجتمع مبنيا على قواعد ثابتة ومدروسة، بدلا من التخبط والارتجالية التي صاحبت تجربتنا النضالية في مراحلها. لذا يجب السعي لفتح منافذ جديدة للتعليم وترميم الموجودة ودعمها. من حدري منا حياتنا لينا من حدري منا حياتنا لينا. فهميني قل فهمكي فهميني وعمل سكاف كلاكيني من تهاجيكو نصبر انتبليني من أدمكو أفشا من قليني. فهميني فهميني كبد محبر فارح قومام قافل كينانا الثمن كامت بتودي الصبرة ايدك قطب وقمش ايدك ماررة اتكبت الهليت من تتأمر بسببك انا اللي بيحرر شعبك اسرع ادابرها ربي هالذي ما نصبر. مقالنا الثاني بعنوان القائد القدوة.
برا أنا وتتأني أدام حقوت دلالة من هذل فم وسمي قلبي تقاقيمة ساعات طلب جري أيا عباي تألا لكي من يتكري. القيادة متعددة متنوعة في كل طبقات المجتمع، فأنت القائد ورب الأسرة، أو القائد في المدرسة، أو الفريق، أو المسؤول في الشركة إلى آخره، ما دمت تسعى لتحقيق الأهداف المرجوة. ومع أن القائد يجب أن يتصف بصفات عديدة مثل الشجاعة وقوة الإرادة أو العزيمة والإقناع وسرعة البديهة وسعة الإطلاع وغيرها من الصفات الحميدة التي تمكنه من أداء واجبه تجاه من يقود. تبقى القيادة موهبة من الله وسجيه ينشأ الفرد عليها. أما القدوة فهو من يقتدي ويتآسى به العامة في أقواله وأفعاله، فالطفل يقلد أباه والمرؤوس يقلد رئيسه، فهي تعني التقليد. وهنا تكمن أهميتها في الأسوة الحسنة، وبالمقابل خطورتها إذا كانت قدوة سيئة. والقائد القدوة يبدأ في تنفيذ القرارات على نفسه أولا ويدرك حجم المسؤولية، فهو مؤتمن على أرواح أتباعه. كذلك لديه القدرة على التحكم في الانفعال والسيطرة وضبط النفس والحفاظ على شعر معاويه مهما كانت الخلافات، ويلجأ للإقناع بدل الإكراه الذي يؤدي للتململ ويورث النزاع. فليس من الذكاء أن يتعصب القائد وينحاز لرأيه فقط، فالخسارة تصبح مزدوجة لأنه يفقد هذه القوة لصالح الطرف الآخر. إذن هل كل قائد هو قدوة؟ الإجابة لا، فقد تكون قائدا أو رئيسا بطرق مختلفة ووسائل متعددة. إما أن تكون قائدا قدوة، فليس هناك إلا طريق واحد هو تطبيق شرط أو مبدأ القدوة، وهو أن تطابق أقوالك مع أفعالك. الآن أدر رأسك ببطء وانظر حولك ثم اسأل نفسك كم قائد قدوة في الساحة. القائد القدوة مثالا يتحذى به ليس في بلده أو دائرته، إنما على نطاق أوسع وأشمل لجيله ولجيال لاحقه. والأمثلة على ذلك كثيرة، ومن واقع تجربتنا النضالية نجد أن القائد عواتق قد حقق هذا الشرط، فعندما قرر التصدي خرج بنفسه وترك كل شيء خلفه، فقد امتلك صفات القائد بتجاربه ونفوذه السابقة، وأصبح قدوة في أفعاله وأعماله بامتلاك نواصي الصفة. فهو شجاع ليس لأنه يقاتل الأعداء ولا يهاب الموت فقط، بل لأنه لم ينصاع لأي ضغوط أو ابتزاز، ولا يخاف من فقدان المنصب أو الجاه. فنفوذه بين العامة يضمن له تحقيق الأهداف بنجاح، لذا كان الإصرار عليه. أما السؤال الأهم، ماذا يحدث عندما نفقد القدوة؟ وللإجابة عليه يجب أن نعرف أن فقدان القدوة يعني فقدان الثقة، لذا سوف نتراجع إلى خانة الرؤساء ونتقهقر ونختبي خلف السواتر الأخرى كالقبيلة أو الحزب أو المنطقة إلى آخره، تلك السواتر التي تفرق أكثر مما تجمع. بارنتو تربكاي حلمتا داي نصم علي أسمالي تيابي ستما وطلي كلباس سما وطلي ومن انت لك في التما فهلوك تاكلما اسمع سيابتي السيتما اسمع سيابتي الديتما. كرم سيكشينا كم ما كربا كالي بركات ورجوكم برنتو دمر هبش كم
بركات ورجولكم بابرنتو تنقر هبشكم. عنوان هام لكل الإريتريين المقيمين في مدينة يتبوري وحواليها: ندعوكم إلى إريتريانسك أفتون أو إريتريا إيفوريارتان أو السفنسك إريتريانسك فينسكوب أو كولتور فورينين. تدعوكم إلى أمسية اليوم 7 من ديسمبر 2016 من الساعة 6 إلى الساعة 8. وهناك سيناقش الوضع الإريتري، عروض للثقافة الإريترية، لدينا أغاني ورقص شعبي إريتري، وسيقدم طعام إريتري كذلك. العنوان: فيكتوريا هوسيت ساملينغ سولن لينيا غوتان 20 شوغي. المقدم سيكون سفنسك إريتريانسك فينسكوب أو كولتور فورينين و سفاريا فريد. انتبه. اوكي، فنتمنى أن تأتونا في هذا العنوان واليوم المذكور، وشكرا جزيلا. وبهذا نكون قد وصلنا إلى آخر فقراتنا لهذا اليوم. مستمعين الكرام، للتواصل معنا كالعادة يمكنكم أن تشاهدوا برامجنا السابقة عبر الفيسبوك واليوتيوب. وللتواصل معنا كالعادة يمكنكم أن تزوروا موقعنا راديو أوتيوتا أو .nu أو عبر الجيميل والتليفونات الظاهرة على الفيسبوك واليوتيوب. بهذا نستودعكم الله والذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله. إذا